بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا أيها الإخوة والأخوات. أتمنى أن تركزوا معي في هذا المقطع. عقد الزواج يعتبر من أهم العقود في الشريعة الإسلامية، وقد أولته الشريعة الإسلامية اهتمام كبير، لكن الناس في أيامنا هذه يجروا عقود الزواج حقهم كيف ما كانت. أول ما يجب على الناس أن يهتموا به هو أن يتم إجراء عقد الزواج عند أمين شرعي مختص. إذا تم إجراء عقد زواج عند شخص آخر غير الأمين الشرعي، عاقل حارة مثلا أو إمام الجامع أو مدرس التربية الإسلامية، فإن هذا العقد لا يقبل التوثيق أمام المحكمة طالما أن من أجراه ليس أمين شرعي، والجهة الرسمية لا تعترف بهذا العقد حتى وإن كان صحيح من الناحية الشرعية. إذا كان العقد مستوفي أركانه وشروطه يعتبر صحيح، لكنه لا يعتبر رسمي، والجهة الرسمية لا تعترف به. تروح توثقه المحكمة ما يقول لك ما نقدر نوثقه لك، تمام، لأنه ليس بخط أمين شرعي. تشتي تسافر بزوجتك إلى الخارج، تتعالجوا أو تحقوا، يرجعوك من الحدود أو من المطار، يقول لك أنت لست محرم لها، لأن العقد حقك مش رسمي. يقول لك روح وثقوا المحكمة، يكون قد معه 5 جهال، منها، تمام، والجهات الرسمية لا تعترف بهذا العقد رغم أنه صحيح لكنه ليس عقدا رسميا. فترجع للمحكمة تشتي توثقه، يقول لك جيب لنا أبوها، يجي للمحكمة وأنت تعالوا جيب زوجتك، تعالوا بصموا أمامنا من جديد ونحن سنوثق لك العقد. وأبوها يكون قد مات، تقول له أنا أجيب لكم أبوها من القبر، تمام، يقول لك خلاص روح ارفع دعوى إثبات زواج. تروح ترفع دعوى إثبات زواج وتجيب إفادة من عاقل حارة، وتجيب 2 شهود، وتجيب 2 مزكين، وإجراءات وكلام، تجلس تعامل معاملة وزحام، وتمسك طابور لحمة يطلع لك حكم إثبات زواج. السبب انك اجريت عقد الزواج حقك من البدايه عند شخص ليس مختص. راح تسويه عند عاقل الحاره ولا سويته عند امام الجامع؟ مع احترامنا لعقال الحارات ولائمه المساجد ولكل الناس نحترمهم، لكن لا تتدخلوا باختصاص غيركم. هذا اختصاص الامناء الشرعيين، كل واحد من الناس له اختصاص، هذا اختصاص الامين الشرعي وليس اختصاص اي شخص اخر. يجب أن يجري عند الأمين الشرعي. الأمين الشرعي حريص على استيفاء البيانات كاملة، حريص على أن يحضر الولي بنفسه، فإن كان الولي غائب حريص على أن يحضر وكيل عن الولي بموجب وكالة تخوله إجراء العقد. الزوج إذا كان غائب حريص على أن يكون ممثل الزوج بموجب وكالة لقبول عقد الزواج، حريص على أن يكون الزوج والزوجة كل واحد معه بطاقة شخصية ما يقبلش تعريف، تمام، حريص على كتابة المهر الحقيقي المتفق عليه مثل ما هو بعقد الزواج، ما يكتبش المهر المتراضى عليه مثل ما يعملوا بقية الناس، يكتب المهر رقم كم، هل هو 1 مليون ولا 2 مليون ولا 3 مليون، وهذا المهر قد يصبح محل نزاع بالمستقبل أمام المحكمة.